لو لسه بتعمليه في 15 حلة وكراكيب كتير في المطبخ ويعني كده يوم كده يكون للمواعين ملهوش حل، مع ان الموضوع كله بسيط جدا. هنعمله النهارده في حلة واحدة وبدون كراكيب كتير وفي 15 دقيقة هيبقى معاكي احلى كشري بجد. هنعمل النهارده كشري الحلة الواحدة بدون تعقدات. يلا بينا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة ان احنا بنجهزها هي البصل. عندي هنا بصلتين كبار انا مقطعاهم كده شرايح بالشكل ده. هننزل عليهم بمعلقتين 2 من النشا ونقلبهم كويس جدا لحد ما نغلي في كل البصل اللي معانا بالنشا. تقدري كمان تنزلي بمعلقه من الدقيق لو مش موجود نشا، لكن النشا هنا بيقرمش للحاجه بيخليها مقرمشه. هنجيب بقى كده حله هننزل فيها بشويه من الزيت، حوالي كوب كامل من الزيت، وننزل بكميه البصل اللي معانا. تقدري تعملي البصل على مرحلتين، لكن كميه البصل ما كانتش كتيره معايا. سبتها كده لحد ما اتكرملت تماما، وبعد كده اخدت اللون الاصفر. اول ما تدخل كده 3/4 سوا نبدأ ان احنا نوطي النار عليها تماما لحد ما تاخد اللون ده. في نفس الحله هنصفي الزيت وهنبدا ان احنا نضيف نص كميه الزيت. هنعمل ايه؟ اول حاجه هننزل بيها وهي الشعريه. عندي كوب كامل من الشعريه، نقلبه كويس جدا لحد ما اخد اللون اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اللون الذهبي. بعد كده كنت جايبه الرز وغسلاه بدون ما تكوني نقعيه، يعني تغسليه عادي جدا وتصفيه من الميه. قلبناها كويس جدا. انا هنا معايا كوب ونص من الرز المصري، قلبته كويس جدا بالشكل ده لحد ما الرز اكنك بتعملي الرز بشعريه، لحد ما يعني ايه الرز يبقى معايا كده حبه بحبه، ما بقاش معجن مع بعضه زي ما انتم شايفين. في الوقت ده هننزل بكوب كامل من المكرونه اللي هي المكرونه العاديه بتاعه التحمير بدون طبعا ما نحمرها. هنبدا بقى ان احنا نقلبها كويس جدا. كنت طبعا مجهزه هنا قبل ما ابدا الوصفه، كنت نقعه كوب كامل من طبعا اللي هو العدس ابو جبه، كنت نقعاه كويس جدا بدون ما اغليه. كوب العدس هنا اداني حوالي كوب ونص بعد ما نقعته، ما شاء الله حجمه بقى حلو قوي. وكمان عندي كوب كامل من الحمص، وهنا الحمص انا طبعا مجهزاه اكنك بتاكليه عادي جدا، نقعاه وغلياه في الميه وبقى تمام معايا. كمان ما ننساش المكرونه اللي هي المكرونه الاسباجيت، انا قطعتها كده ل3 اجزاء زي ما انتم شايفين. وهنسيبهم بقى المكرونه هنا انا هسيبها على الوش بدون ما اقلبها. هننزل اهم حاجه بميه مغليه، تكون ميه مغليه غليها كويس جدا. هنزل كده بحوالي لتر كامل من الميه وزودت له كمان كوب، وهنسيبه بقى كده على النار لمده لا تقل طبعا عن 15 دقيقه. هنا هنظبط الملح بتاعنا، انا حطيت له هنا حوالي معلقه ونص من الملح، وكده الملح بتاعه بقى مظبوط. هنغطيه بقى ونسيبه حوالي 15 دقيقه، بياخد 10 دقايق على نار عاليه و5 دقايق كده بيتشرب فيها بقيه المكونات. وهنا بقى العدس بتاعنا بقى جاهز وما شاء الله حلو جدا بجد، ويعني احلى كشري بتعمليه كده في 15 دقيقه وفي حله واحده، وتقدري ان انت تضحفي كمان الكميه. عملنا كشري يبقى ما ننساش الصلصه بتاعته. عندنا هنا في بوله نضيفه او طبعا في كزرولة هنبدا ان احنا نضيف 3 معالق كبار من الزيت. عندنا كمان معلقه من الثوم، هنبدا ان احنا نقلبها كويس جدا. اول ما الريحه بتاعه الثوم تطلع كده هننزل على طول بمعلقتين كبار من معجون الصلصه، وتقدري تستغني عن معجون الصلصه تماما. قلبناه وبعد كده هننزل بقى بعصير الطماطم، حوالي كده كوبين كبار من العصير الطماطم. نزلنا بقى بمعلقه ملح، كمون، عندنا كمان فلفل اسود، معلقه بابريكا، معلقه من الشطه. كل التوابل المتاحه ليكي تقدري ان انت طبعا تضيفيها. هنسيبها كده على النار لمده 10 دقائق لحد ما تتسبك وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حابه ان انت طبعا تعملي لها وش فعادي مفيش مشكله، تقدري ان انت تحطي شويه زيت على معلقه كبيره من البابريكا وتحطيها على الوش. هنا بقى هنعمل كمان معانا وهي الدقه. عندي معلقتين كبار من الزيت، معلقه من الثوم، وطبعا مش هنحمر الثوم نهائي. اول ما الثوم يطلع ريحته كده هننزل على طول بنص طبعا كوب من الخل. عندنا كمان عصير ليمون، عندنا شطه، بابريكا، ملح، طبعا كل انواع البهارات اللي انت ممكن طبعا تضيفيها. جبت كمان معلقتين 2 من الصلصه اللي احنا كنا عاملينها، بتديها طعم حلو جدا. وما ننساش بقى الملح بتاعنا، ونسيبها على النار كده لمده 5 دقايق. اول ما تبقى بالشكل اللي انت شايفينه ده كده طبعا الدقه بقت جاهزه. تقدري ان انت كمان تضيفي قرن فلفل. وجهزنا الكشري بتاعنا، حطيناه في الاطباق. بجد اسرع طريقه للكشري ممكن تعمليها كده في 15 دقيقه بدون تعقيدات كتير وبدون طبعا ادوات كتير في المطبخ. لايك وشير واشتراك لهبه تي في، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.